هذا واحد يسولف يقول هاي بالستينات من كانت المدارس مختلطة بصف الخامس، كنت مصاحب وحدة اسمها دالية وكنت أعزها هواي، وكانت دالية أحلى وأشطر وحدة بالصف، وكانوا التلاميذ يحسدوني عليها لمجرد إنها توقف وتسولف وياي. وفد يوم دخلت الصف لقيت دالية تعيط وتبكي، سألتها شبيك؟ قالت نسيت كتاب الرياضيات مالتي، وانت تعرف استاذ مطشر ابو الرياضيات ما يرحم. وبدون تردد طلعت الكتاب مالتي وقلت لها اخذيه واني اتصرف، وهي بدون تردد اخذت الكتاب مني وكانت فرحانة كلش، حتى ما سألتني وانت شلون راح تدبرها ويا استاذ مطشر. عفتها وقعدت برحلتي، وبعد 10 دقائق دخل استاذ مطشر، وكان بيومها عصبي كلش، وكالعادة اول ما دخل الصف وقبل ما يقعد قال جملته الشهيرة: اللي ما جايب الكتاب يطلع على السبورة. وبتردد وخوف شديد وقفت لوحدي، ولقيت الصف كله يباوع علي. وقبل ما الاستاذ يتقرب مني لقيت حنان ناولتني الكتاب مالتها وقامت ووقفت بصفي على السبورة. هاي حنان كانت راسبة من العام، والتلاميذ يسمونها حنان السكوتية، ولا واحد من التلاميذ يتشاقى او يسولف وياها، وهي اصلا نادرا ما تحكي ويا واحد. لقيته يقول لي: ولك شنو انت ما جايب الكتاب مالتك؟ قلت له: استاذ ما جايبه. قال لي: لعد هذا الكتاب مال منو؟ ردت حنان قالت له: استاذ هذا الكتاب مالته البارحة نساه يمي، واليوم انا نسيت اجيب الكتاب مالتي. وقامت وفتحت ايديها للمعلم استعدادا للعقوبة. الاستاذ قال لي: اقعد انت، وكظ العودة ونزل دق على حنان المسكينة، والصف كله يضحك عليها، وأولهم دالية صاحبتي الجميلة الشاطرة. وكل عودة كانت لما تنزل على ايد حنان كانت تنزل على قلبي وتذكرني من بهر بدالية البنت الجميلة الشاطرة، وما أخذ بالي من حنان اللي كل شي ما تسوي غير بس تنظر لي وتراقبني بصمت، يعني بسكوت. رباط سالفتنا في المواقف أو في الشدد تكشف إلك معادن الأصدقاء أو الأقارب. كم من صديق تنبهر بشكله أو مظهره أو أخلاقه، وبعدها تكتشف بموقف صغير وياه يعطيك الوجه الآخر، أو بالعكس تجي الصديق أو قريب منك غير مهتم وهو يوقف وياك بدون مقابل ويتمنى لك كل الخير. واللي هنا خلصت سالفتنا، وهاي أول قصة أنزلها باللغة العامية. إذا عجبتكم أو ردتوا من هاي القصص كتبوا لي بالتعليقات، ونشوفكم بخير في أمان الله.